تعالوا اقول لكم ازاي نعمل سندوتشات الكريسبي الرهيبه دي بطريقه سهله قوي ومكونات في كل بيت. اول حاجه معايا هنا معلقه كبيره شطه ومعلقه كبيره بابريكا ومعلقه كبيره ملح ومكعبين مرق الدجاج. الكميه دي عملت بيها كيلو ونص من الفراخ. وحاولوا تبقوا جايبين البانيه متقطع تخين كده زي ما انتم شايفين. تبلتها بقى وسبتها في التلاجة من بالليل للصبح. تاني يوم جبت دقيق، حطيت عليه معلقه بيكنج باودر ومعلقه لبن باودر ونزلت بيهم كده بالفراخ زي ما انتم شايفين، وبقلب بنفس الطريقه دي 20 مره. وبعد كده بنزل في ميه عاديه من الحنفيه وارجع تاني في الدقيق واقلب 20 مره كمان بسرعه كده، يعني ما بياخدش وقت. بعد كده هنزل بقى في الزيت يكون سخن وبعد كده نوطي النار شويه. تعالوا بقى نحضر الصوص. حطيت شيلي مايونيز على مايونيز عادي، عليهم كاتشب، عليهم صوص باربيكيو، ممكن تحطوا اي صوصات انتوا حابينها. بعد كده جبت العيش كده الكايزر وحطيته في معلقه سمنه عشان ياخد لون شويه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى حطيت عليه الصوصات اللي عملناها مع بعض، وحطيت كابوتشا وحطيت الفراخ وحطيت تركي وحطيت جبنه شيدر وبس كده. كانت حلوه قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير لو الفيديو ده عجبكم، وبألف هنا بجد جربوها.